السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في قناتي قناه نينا لايف. ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم جيتكم بهذه الوصفه الرائعه اللي راهي دايره حاله على ترند جديد. جربته قلت والله نجربه، ولكن صدقوني يعني فريمون انصدمت بالبنه تاعو، بزاف بنين. فوالا هذا بيك ماك تاكو، ولا كما يقولوا له تاكو برجر. بزاف بنين، صدقوني جربوه. خاصه هاد الصلصه اللي حنحضرها معكم، اللي حنقول لكم عليها. هذه الصلصه هي اللي يعني المكون الاساسي والسري للبنه ديال هذا التاكو. المهم هنا كان عندي شويه ديال اللحم المفروم، كميه قليله، شي 200 غرام هكذاك. نحطوا عليها شويه فلفل اسود، اي على حسب كميه اللحم مفروم عندكم. انا استخدمت تقريبا نص ملعقه صغيره، وضفت الرشه ديال الملح. نضيفوا هذا مكان، هادو هما برك التوابل اللي نحطوهم للحم المفروم، لانه مثل ما قلت لكم يعني صح كاعيتيك في اللحم المفروم تانيك عنده دور. يعني نوعيه اللحم المفروم يعني يفرق بزاف. ديروا البقري، ولا انا استخدمت على العجل، ما نحبش لي فيه بزاف الدهون صراحه. المهم هنا كان عندي خبز تورتيلا كبار، قد قطعتهم بهذا الشكل. نتوما الا عندكم صغار حطوا مباشره صغار، يتباعوا صغار. انا كنت توفر عندي الكبار، قطعتهم هكذا صغار. هو الافضل يكون عندكم هكذا خبز تورتيلا يكون صغير، لانه هذا اصلا تاكو، ميني تاكو. المهم نجيبوا اللحم المفروم، نوزعه كامل على خبز التورتيلا بهذا الشكل. ملاحظه ما لازمش نديروا طبقه سميكه، باش هكذا نخلو اللحم المفروم يطيب، يعني يطيب على راحته ويطيب لنا، يعني ما يقعدش خضر. فوالا ما تكتروش بزاف، غير شويه، ماشي ديروا طبقه رقيقه وماشي طبقه تكون يعني خشينه كيما راكم تشوفوا. هيا نكمل كامل الخبز اللي عندي. انا درت غير 4 حبات على في مقلاة تكون سخونه شويه، ماشي بزاف، على النار متوسطه. نضيفوا شويه ديال الزبده، ندوبوا شويه الزبده من الفوق، او الا عندكم زيت نباتي ديروا زيت نباتي، دهنوا المقلاة بزيت نباتي. والنار هنا تكون متوسطه الى المنخفضه، ما تكونش مرتفعه هكذا، باش نخلو الوقت اللحم المفروم يطيب. كما نعرفوا حنايا الفيونداشي يطيب بسرعه، يعني ما يطولش. المهم ديروها على الوجه، فوالا كما راكم تشوفوا نديروها في الوجه. وغير ياخذ اللحم المفروم، ياخذ اللون الذهبي هذا كما راكم تشوفوا، اللون هذا البني ولا الذهبي. كما قلت لكم النار ما تكونش بزاف مرتفعه. نخلو دوكا الخبز التورتيلا تانيك يتحمر لتحت، وعلى نار هنا نخفضوا شويه النار، نخلوها منخفضه، تكون خفيفه النار. ونحطوا الجبن. نحط الجبن شيدار، نتوما حطوا اي جبن يكون متوفر عندكم، نغلقوا عليها ونخلو الجبن يذوب على راحته. فوالا هذا مكان يعني اسهل طريقه يعني تحضروها، اسهل وصفه تحضروها للغداء ولا للعشاء. نحوهم على جنب، نروحو نحطو شويه ديال الخس، وانتم حطوا الكميه اللي حبيتوها. ونحطو ثانيك البصل. انا البصل قطعته كشرائح، ما حبيتش نكتر بزاف، ولكن نتوما كيما حبيتو، تحبوا تزيدوا او تقدروا البصل تقطعوه هكا مربعات صغار. انا حطيت هنا مخلل خيار، نتوما الا ما عندكمش ما تضيفوش، ماشي لازم تضيفوه، الا عندكم احسن انكم تضيفوه. المهم فيما يخص الصلصه هذه الرهيبه، يعني لانه قلت لكم هذا الصوص هو البيج ماك، هذا الصوص بيج ماك هو الاساس. انا ما درتش فيديو عليه، ولكن انا غادي راح نخلي لكم ان شاء الله في صندوق الوصف المكونات تاعو بالضبط، ومره الجايه راح ندير لكم ان شاء الله الفيديو عليه. المهم هكذايا نحطو غير في الوجه. انا كثرت شويه الصلصه صراحه الصوص، نتوما ما تكتروش. فوالا شوفوا كيفاش يجي، ما شاء الله ما شاء الله، ولا اطيب صدقوني، بزاف بنين وخفيف، يعني تحضروه بسرعه. المهم انا نتمنى لكم مشاهده ممتعه، وان شاء الله تجربوا الوصفه. اذا جربتوها وعجبتكم خلوا لي تعليقات،
واللي ماشي مشترك في القناه اهلا وسهلا بكم، اشتركوا في قناتي. ان شاء الله كاين فيديوهات جدد راح نحطهم ان شاء الله. وما تنسوش ثاني الضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد، ودخلوا لي اللايك ثانيك، دعموا قناتي باللايك. والى اللقاء، مع السلامه.